السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. هنعمل النهاردة مع بعض كباب الحلة بس فراخ. كباب الحلة بالفراخ، أيوة، وطعمه هيبقى حلو وهتبقى طريقته جميلة جدا وسهلة وبسيطة، ونتعرف كده مع بعض على المقادير بتاعته. طبعا احنا نفس المقادير، بس بنحط الفراخ بدل اللحمه. معايا وركين كبار وحتتين من الصدر كده، او هيكلين من الصدر اللي احنا كنا خالينهم قبل كده. طبعا كباب حله بياخد بصل كتير. معايا فلفل، معايا البهارات بتاعتها. انا قطعت الوركين صغيرين عشان طبعا كباب الحله مش هنحط الوركين زي ما هم او الفراخ زي ما هي. معايا معلقه دي من هريسه الفلفل الاحمر. احنا كده قطعناهم عشان السوا ما ياخدوش وقت، وعشان في الغرف كمان شكلهم يبقى لذيذ كده. انتوا بتغرفي العين بتاكل قبل البق، يعني زي ما بيقولوا لازم الحاجة تبقى شكلها حلو. هنحط معلقتين زبدة حلوين كده. ما فيش زبدة عادي، لو بتستخدمي زيت سمنة اللي انت عايزاه. وهنحط عليهم حبة زيت. سبتهم يسخنوا، بس مش يعني يسخنوا كده، مش يقدحوا جامد. وهحط فيهم الفراخ اللي انا مقطعاها. شايفين مقطعاها ازاي عشان ما تاخدش سوا وتبقى حلوة في الغرف. معايا هنا ورق اللوري، ومعايا فلفل، ومعايا ملح، ومعايا حبهان، ومعايا بهارات. هنحطهم ونقلبهم مع بعض كويس. بنعمل صدمة كده احنا للفراخ. بنديهم تقلبتين مع البهارات اللي احنا حطيناها. طبعا بيطلعوا ريحتهم كده، بيبقوا ريحتهم حلوة قوي قوي قوي. جربيها. طريقة حلوة قوي وسهلة وخفيفة. وكمان كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى قرب برضو. اللي عايز يعملها باللحمة يعملها بنفس الطريقة، مع اختلاف ان بتبقى لحمة، واللحمة بتضطر ان انت تسخني مية، وكل حبة تحطي حبة مية كده عشان خاطر تستوي. انما الفراخ انا ما ضفتش مية خالص لغاية ما استوت. البصل اهو مقطعينه جوانح، وطبعا مكترين البصل. بعد كده بيبقى يعني بيستوي، بيبقى اقل من كده. هنفضل نقلبهم لغاية ما يستووا. الأول خالص احنا كنا جايبين الشوربة. أنا طلعت كيس شوربة حلو كده من الفريزر وحطيته على النار يفك. واحدة كده هديت عليه، واحدة واحدة كده، ايه، ما تعليش عليه، ما عليتش عليه، فبراحته بقى يفك على ما أنا خلصت الكباب حلة اللي احنا بنعمله. عشان طبعا أعمل بيه رز جنب الكباب حلة. ونشوف بقية الوصفات. انا اهو خلاص. شايفين الشوربه جميله ازاي يا ولاد؟ اللي بشيلها في الفريزر اللي انا بعملها دي يعني شكلها جميل ما شاء الله، وطعمها حلو قوي وريحتها حلوه. انا الوصفه الاساسيه معايا هو كباب الحله. طبعا هعمل رز. انا مختصره لكم طبعا الوصفات التانية اللي هي جنبه، لان حاجات احنا عملناها قبل كده وهنشوفها في نهايه الفيديو. خلاص كده ضفت كمان الفلفل بعد ما قطعناه. ومعايا معلقة هريسة الفلفل الأحمر. سواء انت عايزاها حر أو بارد. أنا اللي عندي دي يعني بارد، الفلفل العادي. هنقلبهم شوية، كل شوية كده نديهم تقليبة ومهدين عليهم النار. بتستوي بسرعة قوي، وولادك هيحبوها قوي، وطريقة كده سهلة وسريعة يعني خفيفة إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش حبايبي تصلوا على الحبيب. ما تنسوش دعمكم، وما تنسوش اشتراك بالقناة. يا رب وصفاتنا تعجبكم دايما. خلاص انا كده غطيت، وبصوا بعد شوية ما فيش، على طول اهو بغطيه حبة واقلبه. يعني ما شاء الله يعني استوى وما خدش وقت، وما حطيتلهوش ولا نقطة مية. انا كنت بعمل طبعا الرز اهو. آه هنقلب شوية الرز اللي انا عاملاهم جنبهم. وبعدين انا الرز بطفيه، بحط له ملح وبعدين بطفيه بميه. يعني دايما انا عندي حتى لو شوربه كتيره وحط فيه بشوربه لازم ما تبقاش مغليه. بحط كوبايه ميه عاديه وبعدين اكمل بالرز، عشان ما يبقاش سخن مع سخن. هيعمل لك بخار جامد قوي قوي في المطبخ، وممكن كمان يطرطش عليك انت وبتحطيك منه كله سخن ويتلسع. احنا كده خلاص الفراخ بتاعتنا استوت، الكباب حله بتاعنا استوى. وما شاء الله ما اقولكوش على ريحته. شايفين على طول استوى. طبعا انا سخن مش عارفه امسكها كويس، ولكن اتهرت فعلا
وما خدتش وقت على النار خالص. يعني اهو تغيير عن الفراخ المسلوقة والمتحمرة وكده. الولاد بيحبوا التغيير وبيحبوا الاكلات اللي كده. احنا كده خلاص خلصنا. شايفين عاملة ازاي؟ طبعا ريحتها روعة وطعمها جميل جدا، هيعجبكم. عملت معاها سلطة وعملت معاها لسان العصفور والرز بالشعرية. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ما تنسوش حبايبي دعمكم. وشكرا والسلام عليكم.